ممتازة لصالح المنتخب الإيفواري والتوجيهة خطيرة جول خطيرة وجول وضعية السبب إن شاء الله. الحكم لا لم يرفع الراية. بوني يفتح مجال التسجيل لكوت ديفوار. خطيرة الكرة رائعة جدا. بوني يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار عند الدقيقة 26 من عمر المباراة. معليش هدف كان رائع. التوزيعة من جراديل رائعة وبوني هذا سم قاتل وفريد يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار. من حقك ترقص يا سيدي ويا بوني. هدف رائع ومنتخب كوت ديفوار رجع. لو لاحظتم معي في العشر دقائق هذه اللي مرت رجع في المباراة. شوف هنا الكرة وصلت لبوني لم يكن متسللا تماما ابدا بالراس باغت الحارس رايس وابن بولحي. اللعبة كم كانت رائعة. شوف الإعادة مرة ثانية. الرأسية من بوني على يمين رايس وابن بولحي لم يقدر ولا يقدر على فعل أي شيء في كرة مثل هذه. خرج خلفك يا مجيد. طبعا هدف مستحق وهدف مستحق بالنظر لعودتهم في العشر دقائق اللي مرت وهدف رائع لمنتخب كوت ديفوار امام المنتخب الجزائري. نعم حقك ان تفرح يا هو. مباريات مثل هذه لازم يتسجل فيها هدف حتى تبعث من جديد لان الاحترام المتبادل لا يمكن ان يدوم في لعبة كرة القدم. حط الكرة في الارض يا سفيان. هيلة لهلال. راح هلال يمحرز. كرة صعبة للمنتخب الجزائري. يحرز جول بكل لغات العالم. جول بالانجليزي يقولون جول، بالاسباني جول، بالايطالي جول، بالعربي هدف، بالامازيغي ايسوي، بالفرنسي إلياي، بالالماني دور، بالهولندي دول، بالبرتغالي جولو، بالياباني كوري. هدف للمنتخب الجزائري يا هلال. قطعت لنا قلبنا يا هلال لكي تسجل هذا الهدف. جول التعادل للمنتخب الجزائري. جول راح هلال وراح رياض لهلال. هلال يطلع لنا الهلال ويعدل النتيجة. يا سلام بوم. هلال السوداني عدل النتيجة. جول للخضر يعدلون النتيجة عناصر المنتخب الجزائري. هدف لهدف صارت النتيجة يا هلال. صارت النتيجة يا هلال. تذكروا ماذا قلت لكم. لو لم يسجل علينا الإيفواريون هدفا ثانيا سنفوز عليهم ب2-1. هدف التعادل من هلال العربي السوداني. يا سلام. أوي. هذا من كولو توريه في القائمة الثانية. مندي مجيد ليس مندي مع كولو توريه في القائمة الثانية. مجيد جول. فعلها بوني مرة ثانية. فعلها القط. فعلها الفيل بوني وسجل هدف ثاني من أروع ما يكون. خلوني نصفق نقول بأنه هدف رائع جدا من ويلفريد بوني في مرمى حال رايس وابن بولحي ببراعة كبيرة. حطها اليايا توريه فوق رأس بوني مسجلا هدفا ثانيا في الدقيقة 68 من عمر هذه المباراة. انت رائع يا بوني. 50 مليون يورو يدفعها فريق مانشستر سيتي ليس عبثا في بوني اللي سجل هدفه الثاني في هذه المباراة وهدفه الثاني في هذه الدورة بالراس امام دفاع في القائمة الاول. شوف كيف رماها هنا في القائمة الاول. سبق المدافع وحطها بالراس في الزاوية اليسرى لمرمى رايس وابن بولحي. واش هذه مباراة تاع 3-2 من 2010 ولا واش؟ اي فوق يدك يا رايس. اي صارت النتيجة هدفين مقابل هدف واحد لمنتخب كوت ديفوار. في وقت المنتخب الجزائري مستحوذ. في وقت المنتخب الجزائري ضيع فرصة هدف ثاني. هاي النكهة تاع كرة القدم وهي المتعة تاع كرة القدم. لك وعليك. جزاء. لا ليست ضربة جزاء. هذا الحكم قال ليست ضربة جزاء. خلاص انتهى الامر. الكرة الأخيرة للإيفواريين. جيرفينيو والثالث. انتهى الامر 3-1 صارت النتيجة.
تأهل منتخب كوت ديفوار للدور النصف النهائي، خسارة منتخبنا الوطني ولكنها ليست هزيمة تماما. شيء طبيعي انكم تطلعوا كلكم في اللحظات الاخيره من اجل تعديل النتيجه. ابكي يا سفير، ابكي يا سفير، لانه هذه المباريات اللي تكبرك والمباريات اللي تعلمك، وهذه هي الخسائر اللي نستفيد منها ونتعلم منها. ابكي يا سفير، لازم تبكي، ومثل ما فرحت ايضا تبكي ليس حزنا او ليس ضعفا، ولكن تبكي قوه، تبكي ايضا لانك كنت قريب من التاهل للدور النصف النهائي، كنت قريب من تسجيل هدف ثاني والفوز بهذه المباراه، ولكنك لم تفعل. هي اول مشاركه لك، ستكون هناك ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه، وستفوز يوما بكاس افريقيا التي لم نفز بها منذ سنه 1990، ولم نفز بها حتى لما كانت الكره الافريقيه من